عملته لهم في البيت وكمان بمكونات بسيطة جدا، ومن وقتها بقى ما بقيناش نشتريه بالغالي تاني. من حلاوته كل ما بيخلص لازم بقى يطلبوه مني واعمله. بس يا ريت بقى قبل ما نبدأ الفيديو كده ما تنسيش بقى اللايك الجميل بتاعك، وكمان الشير والمتابعة، وكمان تعرفيني في الكومنتات من اي بلد بتشوفيني. يلا بقى نسمي الله ونصلي على النبي ونبدأ. جبت بقى بولة وحطيت فيها ربع كوباية من السكر البودر وكان ناعم جدا، وكمان ربع كوباية من الحليب البودر، معلقتين كبار من النسكافيه، وكمان معلقتين كبار من الكريم جانتيه، وقلبتهم بقى كويس جدا مع بعض. وبكده بقى يكون عملنا بودر الكوفي ميكس. وعلشان بقى اختبره هو نفس الطعم ولا لا كان لازم ادوقه. جبت بقى المج وحطيت فيه معلقة صغيرة، وكمان حطيت نص كوباية حليب على نص كوباية من المية المغلية، وقلبتهم بقى ودقته لقيته فعلا نفس الطعم. ونقدر بقى نحط مية مغلية فقط. وباقي البودر ده بقى حطيته في برطمان صغير واحتفظت بيه. وكل بقى اللي داق منه ما كانش مصدق خالص ان ده معمول في البيت مش الجاهز.